فاكر آخر مرة ماما قالت لي فيها شكرا يا حبيبي، أنا مش عايزة حاجة خالص، خلي بالك أنت من نفسك. وساعتها صدقتها وارتحت، افتكرت إن خلصت واجبي وإنها فعلا مش محتاجة حاجة. بس النهاردة بعد ما بقيت أب، ابني جاب لي كوباية شاي من غير ما اطلب، قلبي رقص من الفرحة. بس لقيتني بقول له نفس الكلمة، ليه يا حبيبي تعبت نفسك؟ كنت قلت لي. وساعتها فهمت ان ماما كانت بتكذب عليا. والله العظيم كانت بتكذب الكذبة الحلوة، كذبة اللي مش عايزة تتقل عليك، كذبة اللي بتحس بيك ومش عايزة تشغلك، كذبة انا تمام وهي مش تمام. كنت فاكر اني بعمل الصح لما اقول لها تحب اعمل لك حاجة، اجيب لك حاجة، وهي ترد تقول لا وانا صدق. كنت غبي. اكتر مرة شفت الفرحة في عينيها لما جبت لها شبشب جديد من غير ما تطلب، ولما غيرت اللمبة في المطبخ من غير ما تقول، ولما ندهت عليها وقلت لها تعالي اقعدي معانا وحشنا صوتك، ولما قلت لها يلا نخرج يا ماما نتمشى شوية على الكورنيش، كانت بتضحك زي الأطفال. هي دي اللحظات اللي بتعيش، مش اللحظات اللي بنقعد نحسب فيها مين من اخواتي عمل ومين قصر. هو ده مش دور أنا، لأ هو رزقي، ربنا اختارني أنا علشان أبرها. البر مش بس دعوة في الفجر، البر إنك تفرحهم من غير ما يطلبوا، من غير ما تقول ينفع تحبي. اوعى تكون من الناس اللي بيعرضوا المساعدة وهم بيتمنوا تتقال لهم لأ شكرا، ده مش كرم، ده بخل، غباء وخسارة. البركة كانت جايالك وضيعتها. النهاردة نفسي أرجع الزمن وأقول لي ماما ما تقوليش شكرا، قولي كمان، بس خلاص فات الأوان. اللي باقي دلوقتي دعوة وندم. وسامحيني يا كنت غبي، بس اتعلمت وهعلم ولادي إن البر مش استئذان، البر فعل قبل ما يكون كلام.